الفيديو اللي هعرضه قدامكم ده خلاني استنتج نظريتين، وفي نظريه ثالثه بس احنا هنستبعدها تماما، الا وهي ان الفراعنه هم اللي بنوا الاهرامات، وده مستحيل لان مفيش قوه جسديه ربنا خلقها تقدر تبني مبنى بالصرح العظيم ده. والنظريه الاولى واللي انا مش برجحها ان الفضائيين هم اللي كانوا موجودين وساهموا في بناء الاهرامات. والنظريه الثانيه وهي اللي انا برجحها وبشده وكمان مبنيه على دراسه وتحليلات، الا وهي ان الفراعنه استخدموا السحر وسخروا الجن في خدمته. هتقول لي طب الجن يقدر يعمل كل ده؟ هقول لك يا صديقي ان كل الانهار والمحيطات المحيطه بيك من كل ناحيه ربنا عز وجل قدره هو اللي امر الجن بحفرهم. معنى كده انهم عندهم القوه البدنيه اللي تخليهم يبنوا بدل الهرم مليون هرم. هتقولي طب ايه المنطق اللي يخلينا اصدق ان هم فعلا اللي بنوا الاهرامات؟ هقول لك برضو يا صديقي العزيز ان الملك الفرعوني زمان قبل ما يموت كانت دايما وصيته ان ممتلكاته الثمينه تكون معاه في مقبرته عشان البعث وعشان حاجات تانية كتير مش موضوعنا دلوقتي. فكان عشان يحافظ على ممتلكاته دي من السرقه كان بيستخدم تعويذ، والتعويذه طبعا كانت بتحضر الجن. معنى كده ان الفراعنه زمان كان عندهم القدره انهم يسخروا الجن في حمايتهم